السلام عليكم الزلف اللوان، مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل في فيديو جديد ووصفة جديدة. دائما مع حلويات العيد الأضحى المبارك. اليوم راح نشارك معكم هذه الوصفة، حلوة لي بغاسلي مع حلوة الهليلات بعجينة واحدة. إذا بعجينة واحدة راح نخدموا 2 ولا 3 أنواع من الحلوى. ب500 غرام من الزبدة راح تحصلي على كمية ما شاء الله. هنا عندي 500 غرام من الزبدة طرية، حطيت معها 3 صفار بيض مع حبة بيض كاملة. هذه الزبدة أنا حطيت مارغرين ديما، وراح نحط عليها رشة من الملح. ومن بعد راح نجيب هنا كاس زائد كاس غير ربع من السكر الناعم، تقدروا تقولوا 2 كيسان ماشي معمرين مليح، مع حوالي ربع كاس من الزيت طبيعي، عفوا زيت المائدة. حطيت هنا ايضا كاس من الكاوكاو المحمص المرحي، وكاس من الجنجلان المحمص ايضا والمرحي. راح نخلط كامل هذه المكونات جيدا حتى نتحصل على اون بوماد. نخلط باليد، هنا من الافضل انكم تخدموا في حاجة واسعة هكذا باش تاخذوا الاريحيه في العمل. وهنا راح نجيب لي زاغوم، هنا عندي عطر الليمون، وايضا راح نحط عطر الفانيليا. هذا المزيج راح يعطي لي يعني واحد الذوق، واحد رائحه ما شاء الله. نخلط جيدا وراح نروح للفرينه. هنا راح نجيب كيلة من الفرينه، انا قيست بهذا البول. راح نضيف عليه ساشي تاع الخميره الكيميائيه، يعني حوالي 10 غرامات من عفوا الخميره الكيميائيه. راح نبدا نخلط في الاول الكاس، عفوا الكيله الاولى راح ندخلها مليح في العجينه. بعد راح نجيب الكيله الثانيه كما عودتكم دائما، راح نضيفها بتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه دائما، باش الحلوى تاعكم يعني تنجح لكم ما تيبسوش العجينه. راح نواصل نضيف في الفرينه تاعي. انا هنا الفرينه استعملت فرينه يعني تي 45 الخاصه بالحلويات. اذا نطم فقط العجينه تاعي، ما نعجنهاش، نحاول فقط نطم وندخل الفرينه. ضفت هنا حوالي مغرفة على هذيك الكيلة، إذا حطيت كامل 2 كيلات من الفرينة مع مغرفة كبيرة، وطميت العجينة تاعي كما راكم تشوفوا القوام تاعها يجي طري. بعد هنا راح نقسم العجينة تاعي على 2. الجزء الأول راح نشكله هكذا كريات، وكل كرة راح نوزنها هنا أمامكم، يعني حوالي 35 غرام للحبة. راح نديرو هنا الهليلات، إذن راح نديرهم يعني بحجم متوسط. راح نبدأ نخدم في العجينة تاعي، نجبد الكرة وراح نحلها هكذا براحة يدي، ومن بعد بإصبعتي هنا راح نبدأ نشكل في القرون هذوك، يعني كيما نشكلوا الشرك. يعني هذا الشكل سهل، أي واحد يقدر يديره. فقط كي تحلوا العجينة في الأول حلوها براحة اليد، ومن بعد بداو خدموا على الأطراف فقط بأطراف الأصابع حتى تحصلوا على القرون هذوك بهذه الطريقة. يعني العجينة هذه خفيفة تتشقق فاسيلمون، يعني خذوا فقط الحذر تاعكم. كما راكم تشوفوا هنا تشققت لي شوية، وراح نسقمها وراح نحطهم في الكوشة. دائما الكوشة تكون مسخنة من قبل على درجة 180، نخليهم يتحمروا مليح. انا نحب نحمر العجينة تاعي مليح، يعني تولي دوري. وخليت شويه من هذه العجينه راح نشكل بها هذو لي بودوا ولا الاصابع. يعني كما راكم تشوفوا الشكل سهل، فقط نحل العجينه تاعي على شكل الاصابع هذو، نسقمها فقط الاطراف هكذا باصابع تاعي. كما تقدروا هنا ايضا تكوبيو هذوك لي زيكستريميتي بلا كوبات.
وأيضا راح نطيبها بنفس الطريقة. أما بالنسبة للجزء الثاني، هنا حليت العجينة تاعي على سمك 3 سنتيمتر، عفوا مليمتر، وراح نطبعها، ويعني المدور المتوسط، يعني نطبعهم كامل بهذا السيركل المتوسط. ومن بعد راح نجيب هكذا حاجة مدورة صغيرة، راح أيضا نثقب جميع الحبات، لأني هنا راح نخدم لي بغاسلي نكملهم كامل بنفس الطريقة. وراح نطيبهم أيضا في الكوشة على درجة 180، يعني نخليهم يتحمروا ونحيهم نخليهم يبردوا. وهنا بعد ما طابوا لي الهليلات تاعي، جبت هنا شويه تاع لا كونفيتور، حطيت عليها عطر الليمون يعني خففتها بشويه بماء زهر، وراني نطلي في النصف تاع الهليلات تاعي بلا كونفيتور كما راكم تشوفوا. راح نحاول هنا بالبانسو نطلي يعني نمسح النصف تاع الهلال تاعي بلا كونفيتور. هذا كونفيتور يعني ما ترقوهاش مليح، يعني خليوها هكذا شويه شاده روحها هكذا باش يشد فيها الكاوكاو. هنا عندي كميه من الكاوكاو المحمص المرحي، يعني ريحته متوسط، ماشي خشين وماشي رقيق تماما، وراح نرمد فيه الحبات تاع الجاتو تاعي. يعني العمليه سهله كما راكم تشوفوا. يعني هنا التزيين كما نقول لكم دائما اختياري، تقدروا كامل تحطوا يعني كامل الحبه في يعني تمسحوها بلا كونفيتور وديروا لها الكاوكاو كامل. انا خيرت هذا الشكل، يعني النصف راح ندير له هنا الكاوكاو، النصف الاخر راح ندير له الشوكولا. اذا نكمل الكميه كما راكم تشوفوا، حطيت عفوا ولا مسحت الجزء ولا النصف بالمربى ورمتها في الكاوكاو. وايضا الشكل الثاني راح يعني كيف راح ندير نفس الشيء، راح نمسح النصف فقط. هنا راح يعني نتحصل على شكل مائل، راح نمسح بلا كونفيتور، ومن بعد راح نحطها في الكاوكاو على الشكل المائل كما راكم تشوفوا. راح نكمل الكمية كامل بنفس الطريقة. وهنا لي براسلي تاعي ايضا طابوا، نحيتهم خليتهم يبردوا تماما. اذا نكمل بنفس الطريقة، راح نمسح الجزء فقط من هذه الحلوى وراح نرمدها في الكاوكاو. بعد نروحو هنا للشيكولا. هنا عندي حوالي 200 غرام من الشوكولا بالحليب، ضفت عليها 50 غرام من شوكولا بالسوداء عفوا، ذوبتها في الميكرويف. كي نحيتها ضفت عليها 2 مغارف كبار تاع الزيت، يعني اليوم سخانه، يعني ما نكتروش من الزيت باش تشد روحها فاسيلمون. اذا راح هنا نقلاصي الحبه كما راكم تشوفوا، النصف اللي خليته راح نديرو في الشوكولا. راح نكمل هذو ايضا بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا اللمعه في هذيك الشوكولا. يعني انا دائما نخلط بين شوكولا بالحليب مع شوكولا سوداء، دائما نحط يعني نصف الكميه تاع الشوكولا بالحليب، النصف تاعها نحطو شوكولا سوداء حتى نتحصل على يعني لون جميل ولمعه في الشوكولا تاعي. وهنا ايضا هذا الجزء ولا عفوا هذو الصبيعات راح نقلاصيهم بالشوكولا بنفس الطريقه. راح نكمل الجزء تبقى لي راح نقلاصيه بالشوكولا. كما تقدروا هنا تقلاصيوها بالشوكولا البيضاء، لكم الاختيار.
اما بالنسبه لي بغاسلي تاعي كي قلت لكم بعد ما بردوا تماما لصقتهم كامل، يعني كل حبه مع اختها لصقتهم بلا كونفيتور. وهنا جبت مغرفه كبيره تاع لا كونفيتور، ضفت عليها حوالي يعني كميه من العسل ولا العسيله، وراح نخففها بشويه تاع ما زهر. ومن بعد راح نحط فيها لي بغاسلي تاعي، يعني نشمخهم مليح، نحطهم في يعني نحطهم مباشرة في هذا الخليط. ومن بعد نحطهم مباشرة في الكاوكاو محمص ومرحي. هنا رحيته شوية خشين، وراح يعني نحاول نغطي كامل الحبة، ما نخليش يعني مكان ما مش متغطي. كما راكم تشوفوا راح نغطيها كامل، وراح نواصل بنفس الطريقة، فقط راح نعاود هنا مرة ولا زوج باش تشوفوا. لازم تحطوا الحبة يعني كامل في هذا الخليط، ومن بعد نرمدوها في الكاوكاو، نغطيوها مليح بالكاوكاو، ونحاول نضغط هكذا ضغط خفيف فقط حتى يشد هذاك الكاوكاو فوق الحبة تاعي. العملية سهلة، نحاول نتخلص من الزائد ونكمل الحبات كامل بنفس الطريقة. أنا هنا بعد ما كملتهم كامل ذوبت شوية شوكولا وزينت الحبات تاعي بخطوط من الشوكولا، وأيضا عندي وردات زينتها بهم. أيضا هذوك الهليلات درت لهم خطوط من الشوكولا أيضا، وزينتها بشوية عقاش، كل وحدة كيفاش زينتها. إذا ديما نقول لكم أنه التزيين على حساب الرغبة. إذا هذه هي الوصفة تاع اليوم. بعد ما كملتهم كامل حطيتهم في الكيسات، وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعي كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم يعني هديت لهم يعني شبعتهم هكذا بخطوط من الشوكولاتة بالحليب، وهذه هي النتيجة. وايضا البغاسلي تاعي شبحتهم ولا درت لهم خطوط من الشوكولا، وايضا شبحتهم هكذا بالوردة. هذه الوردة عطت لها يعني شكل جميل جدا. اذا هذه هي الوصفة تاع اليوم، يعني بعجينة واحدة تحصلنا على 3 انواع ولا 3 اشكال من الحلوى. إذا وصلنا إلى ختام حلقة تاع اليوم. نقول لكم إذا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم وحطوا لي رأيكم في التعليقات. نقول لكم إلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.